السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين مع الصحة، نتمنى يا رب تكونوا بألف خير. تقدم لكم تحية عطرة من القلب إلى القلب. أول حاجة غنبدا بها الفيديو بأنني سابقا كنت حطيت لي فوتو ديال السوشي، كنت خدمت واحد الطلبية وكانوا نالوا الرضا ديالكم وطلبتوا لي في التعاليق بأنني نشارك معكم الطريقة ديالي. لكن للاسف البنات فهذه دو جور وانا تنقلب على ورق النوري ما لقيتوش بتاتا في لي غران سيرفاس، في مارشي سنترال، ما خليت فين قلبت ما لقيتش. يعني اللي عندها شي معلومه ولو بسيطه جدا فين ممكن نلقاه تخليها لي في لي كومونتير. وجهوني اخوات واحد اخرين في شي اماكن مشيت ما كاينش ابدا. بالنسبه للفيديو ديال اليوم فهو رائع جدا. كاينه هاد البسبوسه اللي تجي هكا مهويه متقبه من داخل، خفيفه بالنكهه ديال التفاح، يعني جد رائعه. عندنا فيها بسبوسه، عندنا فيها التفاح اللي كراميليزي هكا بالكراميل، وعندنا الكريمه بالكومبوت ديال التفاح، وغادي نسقيوها كذلك بالسيرو ديال التفاح. يعني رائعه جدا. تنتمنى تنول الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم وتنوضوا تطبقوها لوليداتكم. عندنا في المقادير، يعني هي مقادير ديالها بسيطه جدا، هي فيها مراحل دي زيتاب الى تبعناهم غتجينا سهله. دونك في المول العجيب فانا غادي نحتاج فيه بالضبط 2 تفاحات، غادي نقطعهم هكا شرائح بالقشره ديالهم، ماشي رقيقين وماشي غلاض، يعني سمك متوسط، باش هما اللي غادي نديروهم فوق الكراميل باش ما يتحرقوا ليناش. عندنا كذلك 2 تفاحات مقشرين ومقطعين هكا مكعبات، وعندنا القشره ديالهم غادي نحتفظوا بها، هي هذه قشره ديال ديك 2 تفاحات. وعندنا كذلك واحد الحامضه، هي الدائره ديالها ولا 2 دوائر ديال الحامض محيدين لهم العظم. دونك هنايا التفاح فانايا هنايا قطعت 2 غادي نديرهم في المول بنفس السمك، و2 رقيق منهم غادي نديرهم كتزيين. يعني نتوما التزيين غديروه على حسب الراي ديالكم. دونك هذا هو المول العجيب اللي غادي نخدم به، وانتم تخدموا باي مول بغيتو. عندنا كذلك واحد الكاس ديال دانون فاني، عندنا 2 بيضات، وعندي كاس لاروب ديال الزيت، يعني كاس ما عامرش ديال الزيت، وعندي كاس لاروب ديال سنيده. اللي بغات تنقص من الحلاوه تنقصها. عندي 2 كيسان ديال السميده رقيقه، هنايا عبرتهم لكم ما يعادل تقريبا 200 غرام. عندي هنايا 50 غرام ديال الكوك، وعندنا كذلك خماره وساشيه ديال الفاني. دونك هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في البسبوسه. بالنسبه للكراميل فانا عندي كاس ديال سنيده مع ربع كاس ديال الماء. دونك هذا ديال المقادير ديال الكراميل اللي غادي نديرو، وحنا غادي نخدمو وغادي نعاودو ان شاء الله المقادير. دونك غادي ناخذ اول حاجه كاسرونه غادي ندير فيها القشور ديال التفاح. دابا غادي نصوبو السيرو، غادي ندير فيه ديك 2 دوائر ديال الحامض بالقشره ديالهم كلشي محيدين لهم غير العظم، وغادي نضيفو عليهم الماء الكافي، يعني الماء اللي غادي نحتاج انا باش غادي نسقي داك البسبوسه ديالي، وغادي نضيف عليه السكر على حسب الرغبه. فانا هنايا تقريبا درت 50 غرام ديال السكر. هادشي كله غادي نخلطوه وغادي نديروه فوق البوطه يطبخ لينا مزيان، يعني حتى ينقص الماء ديالو بهذا الشكل هذا. وداك التفاح مع الحامض طلق البنه ديالو في داك السيرو، وغادي نصفيوه بهذا الشكل هذا. دونك هنايا تحصلنا على السيرو بالنكهه ديال التفاح، وكذلك طلق فيه ديك لوغو ديال الحامض، فهو المذاق ديالو رائع جدا. بالنسبه للدوائر او هاد الانصاف ديال التفاح اللي قلت لكم غنزين بهم، فانايا سقيتهم بواحد شويه ديال العصير او داك السيرو هو سخون ديال التفاح والحامض، وخليتهم يطلقوا فيه مزيان، ومن بعد عديتهم فوق المقله بديك الماء غير غلاو 2 غليات وحيدتهم باش رطابوا لي باش نقدر نشكل بهم وريضات. دابا غادي ندوزو المرحله الثانيه، اننا غادي نوجدو الكراميل. فواحد المقله ما تتلصقش او ما تتحرقش غادي ندير ديك كاس ديال السكر ديالي سنيده، وغادي نزيد عليه ربع كاس ديال الماء، وغادي نديرو فوق البوطه هكا يغلي ليا بلا ما نحركو ما حتى شي حاجه حتى يولي ليا اللون بهذا الشكل هذا، هي هكا مذهب، ما نخليوش حتى يولي لينا محروق لان باقي غيطيب لينا في الفران، ونحيدو ونطفيو عليه. بالنسبه للمول فانا دهنته بالزيت مزيان، ضروري ندهنوه بالزيت،
وعاد ندير عليه السميده ديالي، نرشو مزيان بالسميده، عاد نخوي الكراميل بهذا الشكل هكا. هنا غادي ناخذ ديك التفاح ديالنا اللي قطعناه شرائح، وغنبقى تنستفو وانا غادا يعني بشكل مائل. وهنايا كل غادي نزير يعني كل ديك الطريفات ديال التفاح ماشي هي غادي نحطهم، غادي ندير يعني طريف تحت طريف وانا غادا مايله حتى نكمل الدائره ديال المول ديالي كامله. يعني هذا الشيء غادي تطبقوه الا كنتو غادي تتبعوا نفس الطريقه ديالي ونفس المول. الا كنتي غديريه في مول دائري او يعني عادي سامبل او مربع سامبل، لكن الاختيار كيفاش غادي تحطي التفاح ديالك. فهنايا غادي نبقى ماشيه بنفس الطريقه وانا تنزير بين هكا ديال التفاح بهذا الشكل باش يجيني شكل دائري ومائل كامل. دابا غادي ندوزو المرحله ديال التوجاد ديال البسبوسه. دونك غادي ناخذ البول ديالي، غندير فيه طريقه ديال الملحه، وغادي ندير فيه ديك الساشيه ديال الفاني، وجوج البيضات اللي عندنا، وداك كاس اللاغب ديال سنيده. فهنا اللي ما بغاتش الحلاوه بزاف، قالت السيرو كراميل وهذا، ممكن نقص من النسبه ديال السكر، يعني تيبقى الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. هنا غادي نطربهم مزيان بالباتور، وغادي نضيف داك كاس اللاغوب ديالي ديال الزيت، وغادي نخلط عاوتاني مزيان، وغادي نضيف داك كاس ديال دانون. هنايا دانون ديالكم تيبقى لكم نتوما تحكموا في النكهه اللي بغيتو. فانا ضفت غير الفاني عادي، هي ما بغاتش دير دانون ممكن دير كاس ديال الحليب يعني او كاس ديال اللبن، راه ما ضراش تجي كذلك زوينه. فهنا غادي نخدموا هاد المسائل هذه كامله مزيان، ومن بعد غادي نضيف داك 200 غرام ديال السميده رقيقه اللي عندي، وغادي نخلط، وغادي نضيف 50 غرام ديال الكوك والخماره اللي عندنا فقط. دونك هذه هي يعني الخدمه ديال البسبوسه عاديه، ولكن باش تجينا البسبوسه مهويه وزوينه خصها تجينا في هاد لا تيكستور هذه، يعني هكا خفيفه ما تكونش ثقيله، لان عارفين بان السميده تتشرب. دونك الا خدمتيها على ما توجدي لا كريم او توجدي السيرو، او شوفي انت المراحل اللي غادي يعني تتابعي، ضروري خص البسبوسه ديالنا ترتاح ولو 4 ساعات عاد نطيبوها. فمن بعد مين تمشيو نشوفوها الا لقيناها شربات ماشي في هاد لا تكستور هادي، فممكن تزيدي ديك 4 كاس ديال الحليب ضروري باش تجيك زوينه من الداخل. هنا المول ديالنا هكا تنوريكم التفاح كيفاش جا مستف، يعني وحده مزيره مع الاخرى بشكل مائل. وهنا غادي نخوي البسبوسه ديالي من بعد ما ردت تحتها 4 ساعات، غنخويها في الوسط ديال المول باش هي غتاخذ العبار ديالها على المول كامل، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. وكذلك ما نساوش المول خصو ضروري تدهن لينا مزيان باش ما تلصقش، ضروري هذه المرحله هذه. هنايا غادي نقاد لها السطح ديالها مزيان، وغادي نزدحها مع سطح العمل باش يعني تاخذ نيفو واحد. بالنسبه للفران فانايا تنطيبها طياب ديال الكيك، يعني عاد تنشعل الفران، ملي تندخلها عاد تنشعل الفران وتنقص عليه نار مهيله. فهنايا دائما تنوريكم انايا الفران يعني قبل ما نسدو، يعني ملي تنسد عاد تنقص البوطه، لان ملي تنسدحوا الباب تيتطفى لينا. فغادي نطيبها على طياب الكيك، يعني تطيب على خطرها، ونهبطها عاوتاني طيب على الوجه ديالها من الفوق، وعاد نخرجها نخليها تبرد. بالنسبه دابا المرحله اللي غادي ندوزو غادي نصايبو الكومبوت ديالنا. فانايا هنايا غادي ناخذ ديك 2 تفاحات اللي عندنا مقشرين ومقطعين مكعبات، غادي ناخذ كاسرونه ندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده، وواحد 2 معالق كبار ديال سنيده، وواحد راس معلقه ديال القرفه، اللي تتبغي القرفه ممكن تكتر. وغادي نضيف عليهم داك 2 تفاحات اللي مقطعين هكا مربعات ومقشرين، وغادي نديوهم فوق البوطه. دونك غادي ندير الزبده تذوب ليا وبهذا الشكل هذا، وتخلط ليا مع سنيده مزيان ومع القرفه. عاد غادي نضيف عليهم داك المربعات ديال التفاح باش يعني يتعسلوا ليا. فانا هنا غادي نعسلهم ماشي حتى يولي ليا كومبوت، يعني الكومبوت يعني جاري، لا نخليهم هكا طريفات صاينين وباينين. ملي غادي نطفي عليه غادي نعزل منهم واحد شويه، يعني واحد تقريبا 2 معالق نخليهم على جنب، والاخرين غادي نحتفظ بهم. هنا غادي نصوبوا لا كريم باتيسيير ديالنا
فهنايا غادي نديرو الحليب، غادي نديرو كريم باتيسير غبره، وغادي نديرو كميه ديال السكر ديالنا ونخلطوا كلشي، وغادي نديروها فوق البوطه طيب لينا. فهنايا كلشي تيعرف يصيب لا كريم باتيسير يعني تقليديه عاديه ديال الخنيشات ديال العبار. من بعد ما توجد لينا غادي ندير فيها معلقه ديال الزبده وغادي نخليها تبرد ليا. دونك هنا مني بردات لي لا كريم غادي نحطها فواحد لو بول، وغادي نزيد عليها داك التفاح اللي عسلناه بهذا الشكل هذا. يعني ديك المويها ديالو حتى ديك المويها ديالو اللي تلقات معاه حتى هي نخليها فيه تهبط. من بعد ما نقص منهم كما قلنا واحد 2 معالق نخليهم كتزيين من الفوق. غنخلط لا كريم مع التفاح وغادي نخليه على جنب. دونك هنا غادي ندوزو نجبدو البسبوسه ديالنا اللي غادي تكون بردات لينا واحد شويه. غادي ناخذوا واحد السكين ونحاولوا نديروا فيها تقيبات، وغناخذوا السيرو ديال التفاح وغادي نسقيوها به كامل بهذا الشكل هذا. غادي تشربوا لينا وغادي تعسل وتعطيها نكهه وحده اخرى من الداخل ديال الطيبه ديال التفاح. فيعني صدقوني المذاق ديالها رائع جدا بلا لا كريم بلا حتى شي حاجه. فانا هنا يستسمح فالفيديو اللي قلبت فيه وعمرت فيه تمسح لي، او يمكن كان ما تيتصورش الله اعلم. المهم ملي جيت المونطي ما لقيتوش. المهم انا درتها هنايا في التبصير ديال التقديم مني قلبتها تنوريكم يعني التفاح كيفاش جا بالكراميل بهذا الشكل هذا. يعني وحتى الجماليه ديالو ملي تيجي هكاك مائل تيعطي واحد المنظر زوين. وهنا في ديك الحفره ديال المول غادي نعمرها بديك لا كريم مع داك الكومبوت ديال التفاح اللي مخلطين. فما نقولكمش يعني المذاق رائع جدا. بالنسبه لديك الشرائح ديال التفاح اللي في الاول خليناهم في السيرو غادي نشكلهم بهم وريضات نحطهم هكا في الجناب مع وريقات ديال اللقمه، يعني ديك الخضوريه مع اللوين حميمر تعطي واحد الجماليه زوينه. وفوق لا كريم غادي نحط ديك 2 معلقات ديال التفاح اللي خليناهم صاينين هكاك باينين، غادي ندردرهم من الفوق باش يبانوا ليا يعني داك لا كريم باش مصايبه ويعطيني كرابيل بانها ديال التفاح. هنا يعني قسمت معكم طريف انتم تتشوفوها كي تجي يعني معسله طيبه الكراميل. التفاح رائع جدا دايب فيها يعني بديك الطيبه ديال السيرو. وهي كذلك مهويه ماشي ديك بسبوسه اللي تكون ثقيله. وهنايا اللي بغات تعوض يعني التفاح بغات دير نقاص ممكن، اللي بغات دير الاناناس كذلك ممكن. تيبقى لكم الاختيار في الفاكهه وكذلك التزيين على حسب الرغبه ديالكم. فاللي ما بغاتش يعني بتاتا دير داك الكومبوت ديال لا كريم ممكن تحيدو ديرهم غير فرديين وتخلي بسبوسه عاديه وتقدمها بالشكل اللي بغات. اما بالنسبه لذاك اللوز اللي تيبان لكم باللون الاسود اللي في الجوانب فهو غادي نقدم لكم الطريقه ديالو ان شاء الله في الفيديو المقبل بحول الله. تنتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم وانتظروني في وصفات اخرى باذن الله.